ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هتكلم معاكم بسرعة كده عن سان سكرين اللي انا بستخدمه الفترة دي، وانهي افضل وايه الفرق بين الاتنين. مبدئيا انا ما بحبش السان سكرين اللي بيكون كريم، لانه بيسيب بيخلي البشرة كده فيها زي شوايب ومزحلقة كده ومزيتة، ومش افضل حاجة. ما استخدمتش حاجة بصراحة فيها كريم وكانت بالنسبة لي مناسبة، ولكن انا بالنسبة لي افضل حاجة لبشرتي، وخصوصا انها بشرتي مختلطة، فانا بحب الجل. قوام الجل بيكون لذيذ، البشرة بتمتص بسرعة، ما بيشبش البشرة شكلها ناعم كده او تحس ان هي مزيتة، لا. وبعدين تقدر تستخدم عليه طبقات الميك اب اللي انت حباها. طيب، انا هكلمك على بوبي جل وعلى نانو تريت. بوبي جل بالنسبة لي مستخدمته اكتر من مرة بصراحة. نفسها كشركة مصرية، الجل بتاعه حلو، البشرة بتمتصه بسرعة، ما بيسيبش اي كلاكيع على البشرة، ما بيخليش البشرة تحس ان هي مزيتة. بتقدري تطبقي بعديه المكياج عادي، بتحطيه قبل ما تنزلي من 10 دقايق لربع ساعة، وبعدين تبدأي تطبقي المكياج بتاعك، وبيتجدد كل ساعتين. غير ان هو فيه الهيدروليك اسيد، وكمان فيه فيتامين اي. بصي، هو لما تيجي تستخدميه هتحسي ان انتي بتحطي كريم، بس هو مش كريم، هو جل. ده بعد ما بتحطيه انت شايفه ممكن اللمعه عشان التصوير، ولكن هي مش مزيته خالص بالنسبه لي. طيب، ده بالنسبه للبوبي جل. بالنسبه بقى للنانو تريت، برضو حلو، والجل بتاعه لطيف، والبشره بتمتصه بسرعه. سعرها مش غالي، انت بتتكلمي ان هي من 100 ل 120. بصي، انا عايزه اوريكي بس. خلاص، ادي كده البشره بتاعتي امتصته تماما لما حطينا بوبي. نفس الفكرة، هو جل مش كريم، بتمتص البشرة بسرعة، وتقدري تطبقيه، بتجدديه كل ساعتين. لازم يا جماعة السان سكرين تجدديه كل ساعتين، وخصوصا لو انت بقى طالبة في الجامعة وقاعدة قاعدة في الشمس طول النهار. بلس ان انت ممكن بعد كده تطبقي المكياج بتاعك عادي، سواء هتحطي الفونديشن او هتحطي الميك اب اللي انت بتحطيه، ولكن الكلام ده بيكون بعديها لا يقل عن 10 دقايق او ربع ساعة، عشان البشرة تكون امتصته. ده كده اخر حاجه بوريها لك على بوبي. البشره امتصته تماما، ومفيش اي دهون، مش سايب اي طبقه دهنيه على البشره. بس كده، ده كان الريفيو بتاع النهارده، واشوفكم في فيديو جديد. وما تنسوش تدعموني باللايك واشتراك. وطبعا لو حد استخدم اي سان سكرين نوع حلو تاني يكون سعره على قد الايد، وفي نفس الوقت الافكت بتاعه كويس، يقول لنا في الكومنت، ويبقى كلنا بنفيد بعضنا. باي باي.